مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في نشرة إخبارية مفصلة، ونبدأها بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس جامعة الإسكندرية يشهد تخريج دفعة جديدة من الطلاب الصينيين الدارسين للغة العربية بكلية الآداب. وزير التموين والتجارة الداخلية يفتتح مكتب تموين ببرج العربي بعد تطويره. أعمال تنقيب عن آثار في الإسكندرية تكشف عن مقبرة تعود للعصر الروماني. مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم الدولي للمتطوعين. أهلا بكم من جديد. شهد الدكتور رشدي زهران رئيس جامعة الإسكندرية حفل تخريج دفعة جديدة من الطلاب الصينيين الدارسين اللغة العربية بمركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بكلية الآداب، وذلك بحضور وفد صيني رفيع المستوى يضم رئيس جامعة نانغشيا الصينية وعميد كلية الدراسات العربية بالجامعة والسيد القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية. وأكد الجانبان خلال الاحتفالية رغبتهما في توطيد الروابط القوية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، وضرورة تعزيز العلاقات عن طريق التبادل الطلابي بين الجامعتين في مجال العلوم التطبيقية، فضلا عن دراسة اللغة العربية والتعاون أيضا في إنشاء قسم اللغة الصينية بمعهد اللغات التطبيقية بكلية الآداب. افتتح الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مكتب تموين برج العربي غرب الإسكندرية، وذلك بعد تطويره ضمن خطة لتطوير 50 مكتبا تموينيا في 4 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية كمرحلة أولى. وقال حنفي أنه لدى الوزارة خطة لتطوير جميع مكاتب التموين على مستوى الجمهورية، وذلك بإضافة آلات حديثة وأجهزة كمبيوتر لسرعة إنهاء الدورة المستندية، بالإضافة إلى زيادة عدد المنافذ التي يتعامل معها المواطنون وأصحاب محلات البقالة والمخابز البلدية المدعمة وتوفير وسائل الراحة لهم. ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على 6 أشخاص قاموا بأعمال حفر وتنقيب عن آثار أسفل منزل غرب المدينة. تمكنوا خلالها من الكشف عن مقبرة تعود للعصر الروماني قاموا بسرقة محتوياتها وإخفاؤها تمهيدا لبيعها وتهريبها خارج البلاد، حيث تم تشكيل فريق بحث ضم ضباط إدارة البحث الجنائي وضباط الأمن الوطني ومفتش الأمن العام وضباط الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار وضباط الإدارة العامة للمساعدات الفنية بمنطقة غرب الدلتا. أيضا في إطار الاحتفال باليوم الدولي للمتطوعين، تنظم مكتبة الإيداع بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والمبادرة الشبابية احتفالية بعنوان تطوع لتغير، لتتيح للجميع فرص استكشاف عالم المجتمع المدني والعمل التطوعي من خلال فعاليات الاحتفال، حيث تشمل الاحتفالية حلقة نقاشية عن العمل التطوعي ومستقبله في مصر، تضم ممثلين لمختلف المبادرات الشبابية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية ومنظمة الأمم المتحدة، وعرض للتجارب الشخصية لعدد من نشطاء المجتمع المدني السكندري في مجال العمل التطوعي. جدير بالذكر أن العديد من الدول اعتمدت بشكل كبير على مساهمات المتطوعين في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي حددتها منظمة الأمم المتحدة. كما عقدت كلية العلوم بجامعة الإسكندرية ندوة عامة بعنوان المفاعل النووي من الجيل الثالث بالضبعة بمبنى الكلية، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد إسماعيل إبراهيم عميد الكلية، وفي إطار أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة. هذا وقد حضر الندوة إدارة الكلية والأساتذة والطلاب والعديد من المهتمين بهذا الموضوع الحيوي ورجال الصحافة، حيث ألقى الندوة الأستاذ الدكتور محمود عباس أستاذ الفيزياء الإشعاعية بقسم الفيزياء بالكلية، تناول فيها شرح مكونات المفاعل النووي والغرض الأساسي من استخدامه كمصدر للطاقة باستخدام اليورانيوم. هذا ومن الجدير بالذكر أن أول مفاعل نووي تم إنشاؤه كان في مدينة شيكاغو عام 1942. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس جامعة الإسكندرية يشهد تخريج دفعة جديدة من الطلاب الصينيين الدارسين اللغة العربية بكلية الآداب. وزير التموين والتجارة الداخلية يفتتح مكتب تموين برج العربي بعد تطويره. أعمال تنقيب عن آثار في الإسكندرية تكشف عن مقبرة تعود للعصر الروماني. مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم الدولي للمتطوعين. ندوة عن المفاعل النووي من الجيل الثالث بالضبعة بكلية العلوم جامعة الإسكندرية. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.
شكرا للزميل صقر شاهين على تقديم ونشرة الأخبار، أتمنى تكون عجبتكم. الفقرة القادمة لزميلنا حمزة أبو مطير.